السلام عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عامله لكم اكله جميله، الرز بالكبد والقلوب. يا رب ان شاء الله تعجبكم. وانا نسيت اقول لكم على ملحوظه جوه الفيديو، ان بعد ما الرز يبتدي يتشرب الميه ويستوي، بس هي ما اتصورتش معايا، ان انتوا تقلبوا الحله كويس من فوق لتحت، وتغطوا عليها وتسيبوها شويه لغايه لما تحسوا ان كل الرز استوى. ودي الشياطه اللي قلت لكم عليها، اللي هي غطا الحل، علبه الصلصه، سوري. ما باجي افتح علبه الصلصه ما برميهاش، بستعملها بحطها تحت اي حله خايفه عليها ان هي تشيط. بيبقى شكلها كده لما تكون جديده، واول ما تصدي زي ما قلت لكم بنرميها عشان المنظر يبقى حلو. ودي اللي اسيبكم مع الاكله بقى بتاعت النهارده ان شاء الله، ويا رب تعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. طبعا انتوا شايفين في حلة وفي رز وفي حاجات كده يعني. صحيت النهاردة كده كان نفسي بصراحة اعمل رز بالكبد والقوانص بتاعة الفراخ. وانا اصلا بحوش الكبد والقوانص لما باجي اخلي الفراخ. هبقى اوريها لكم ان شاء الله في فيديو عشان ايه توفر معانا. بخليها وبطلع بقى الكبد والقوانص اخليها ايه لوحدها. اجمع بقى فيها، مثلا عملت 3 فرخات 4 فرخات بتوع الشهر، اروح مجمعه الكبد والقوانص واروح شايلاهم في كيس، واخليهم مثلا اعملهم طاجن رز معمر بالكبد والقوانص، او رز كده هما بيحبوه ولادي، رز بالكبد والقوانص. ما انا وجوزي اللي بنحب طاجن الرز المعمر. فالنهارده رحت قلت اما ايه ما اعملها، لازم ان انا ايه اصورها لحبايبي واوريهم ايه طريقتي ازاي في عمايلها. انا حطيت طبعا سمنه، والسمنه بلدي لاني بحب الرز بالسمن البلدي. بس انا ما بشتريهاش، انا بعملها في البيت، بسيح القشطه واعملها. انا مستنيه بس اجمع شويه قشطه عندي، ما يعني كام علبه كده، واوريكم ازاي بنسيحها ونطلع منها السمنه، بحيث ان احنا ما نرميش القشطه بتاعه اللبن الحليب، نستفيد بيها. عشان احنا عايزين نبقى ستات بيوت شاطرين، بنوفر وبنقدر ان احنا ندبر كل حاجه. انا هنا حطيت السمنه وحطيت عليها طبعا الكبد والقوانص، غسلتها كويس قوي، والقلوب بتاعتها. بس انا يعني شلت منها القوانص المره دي، لان ولادي برضو بتقرش، وانتوا عارفين القوانص شويه بتبقى ناشفه عن الكبد والقلوب، فما بيحبوهاش، فخليتها كده. فبجيبها انا على النار اشوحها كده اهو، وبروح حاطه لها، ما بحطش ملح. هقول لكم ليه ما بحطش ملح في الاول. بحط فلفل اسود المعيار اللي انا اشتريته، تقريبا كده ايه نص المعلقه دي، اللي هي معلقه الشاي، عشان ما يبقاش حامي قوي. وايه واقلب فيها. ثواني اعلي النار وابتدي ايه اقلب فيها. طبعا الكبده ايه ما بتاخدش وقت في التشويح يعني بتاعها، انا مش عايزاها تستوي قوي. انا عايزه بس ايه الميه اللي فيها دي تروح و... وتبتدي تاخد ايه لونها يتغير كده، بس زي ما انتوا عارفين تفتح لما نيجي ايه نعملها في شوية سمنة كده بملح وفلفل، لو هناكلها عادي من غير رز من غير حاجة. ساعات بعملها لابني كده يعني الصغير، اروح مطلعه من الفرخة الكبد والقوانص والقلوب، واروح عاملاها له ملح وفلفل بشوية سمنة بسيطة كده على النار، اشوحها له وايه وابتدي اسقيها شوية بشوية مية عشان القوانص. لكن لو بعمل الكبده والقلوب بديها ميه بسيط، لكن لو معاها قوانص بتاخد كميه ميه اكبر شويه. طبعا ملهاش مقدار، يعني انت بتقدري تشوفي ازاي المقدار اللي هي الميه اللي بتحطيها عشان تسلقيه. المهم طريقتنا دي هنا، اللي هي الرز بالكبد والقلوب، احنا نبتدي نقلب فيها. مش عايزه اطول عليكم، اقلبها لغايه ما اوريكم لونها هيبقى ازاي، ونضيف عليها ايه الرز. خليكم معايا. شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ الميه دي مش مشكله لو في شويه ميه، مش عايزين ننشفها قوي علشان ايه ما يعني ما تتلسعش مننا. لا، الميه دي هتبقى حلوه لما تضاف معاها الرز، هتديله طعم ايه جميل. الرز طبعا احنا غاسلينه. بقول لكم انا لقيت المعيار اللي انا اشتريته ده من ضمن ادوات المطبخ اللي وريته لكم، لقيت ان ده معيار كمان بيدي حوالي تقريبا من جوه كده فيه تدريجات
بيدي لغاية 300 ملي، وفي باللترات بس نص لتر لغاية نص لتر. فبصراحة لقيته جميل قوي انه بيكمل بقية المعايير اللي هي الصغيرة. احنا كده بقى نقلب، نبتدي ايه نقلب. انا مضايقاني قوي اللي بتقلب دي، السباتيولا دي مش عاجباني. معلش هجيب، حاسه ان هي ضعيفه دي كده. ابتدي اقلب كله لغايه لما ايه كله يتقلب وياخد اللون. انا بحب احط فلفل اسود بس ليه؟ يعني بحس طعمها كده يبقى خفيف احلى، بس ما تكتروش الفلفل الاسود عشان تحسوا بحلاوه الرز. اللي بيحب الحاجه الحراقه يزود فلفل اسود، يعني دي على حسب الرغبه بقى. انا كده قلبتهم كلهم كده. الميه بتاعه الكبده والقلوب خلت لون الرز ايه اغمق شويه. هنبتدي بقى نحط ميه بملح. انا ليه بقى ما حطيتش ملح في الاول؟ عشان احط ميه بالملح بالحدق اللي انت عاوزاه. نبتدي كده نحط، ما تحطيش بكتير الاول تشوفي كده، لان لسه بتعمل الرز ومش عارفه تظبطه. تحطي كده وايه تشوفي متغطي. هقول لكم ازاي نظبطها. انا ليا اختبار كده بعمله في الرز العادي، بس مش عارفه بقى هينفع في الرز ده ولا لا. بجيب المعلقه وغرزها كده، وقفت وسبتت ما ملتش، يبقى الميه دي كده ايه مظبوطه. طيب طلع بعد كده الرز مثلا في يعني ناقص شويه، يعني حاسه انه ناشف شويه. بعد ما خلاص قرب يستوي اروح عامله ايه؟ اروح جايبه افتح الغطا واروح جايبه وهو متوطي عليه، واروح جايبه شويه ميه ورشرش كده بالميه بملح دي فوق الوش. ميه بملح اخليها الباقي منها مرموهوش، اخليه جنبي ممكن يحتاج، واروح ايه مرشرشه فوقيها، وابتدي وايه اقلبه. بس بعد ما يكون شرب ميته خالص وحسيت انه طعمه لسه مستويش، تيجي بعد كده بقى ده طبعا هنغطي عليه لغايه لما يتشرب الميه. هوريكم انا عامله شياطه للرز ازاي. علب غطشان علب السمنه ما برميهاش، اعملها شياطه للرز. دي طبعا بعد ما ايه قعدت فتره، بس ايه لما بتصدي كده برميها. اي علبه اجيبها جديد بحطها. اي نعم هتطلع معاكي ريحه في الاول كده مش حلوه، بس بعد كده هتاخد خلاص اللون بتاعها يغمق، الصاج يغمق. بس بصراحه بتسوي الرز، بتخليه ما تمنع ان هو يتحرق. وبعدين يعني سواء ان هي لو لونها غير فيها صدى، انت مش بتحطيها في الاكل، انت بتحطيها على عين البوتاجاز وتحطي عليها ايه الحله. بس انا بحب كل فتره ما احبش لونها كده بروح ايه رميها، فدي مجهزاها عشان ايه ارميها. هنشوف بقى، نستنى شويه كده الميه تشرب الرز واوريكم. شايفين بقى اوريكم بصوا تشربها ازاي. دي الميه دي مش ميه كتير فيها، لا دلوقتي لما نوطي يبتدي بقى عشان الرز يستوي يتفلفل حلو. هنبتدي نوطي عليها. شايفين انا اهو موطيه قد ايه النار، وحاطه ايه الشياطه من تحت. ونسيبها بقى، ولما يخلص ان شاء الله سيبه نطل عليه كده بعد حوالي كده مثلا 10 دقايق، وايه ونشوفه. محتاج زي ما قلت لكم ادوق منه حته، محتاج لسه ناشف هرشرش عليه شويه ميه واغطي الغطا تاني معليش النار. دلوقتي هنشوف، نستنى بقى لما يخلص ان شاء الله واوريهولكوا طالع ازاي في طبق التقديم. اسيبكم دلوقتي. شايفين بقى بعد ما استوى، بصوا ازاي مفلفله والله خالص الرز.
مش معجن خالص. والكبده استوت هي والقلوب. هغرفهولكوا بقى في طبق التقديم واوريهولكوا شكله النهائي. وادي شكله النهائي اهو. نزين بقى الطبق كده ونخلي شكله حلو ويفتح النفس. وبعدين عايزه اقول لكم على حاجه. دلوقتي ان هو لو حد قال لي مثلا الرز طيب طلع زياده الميه وانا شفتها ان هي زياده، انقص منها بالمعلقه لغايه ما اظبط المعلقه زي ما وريتها لكم كده والاقيها واقفه، وما احطش المعلقه الا لما الرز كله يركز كده لتحت. اضغط بحيث الرز يركز، عشان لو لسه الميه محركاه مش هتثبت المعلقه. دي يعني طريقة من الطريقة اللي تقدري ان انت تظبطي بيها الرز. يعني ممكن ممكن لا، انت مرة في مرة مع التمرين تقدري ان انت تظبطيه. بس ودي كان النهاردة أكلة النهاردة الرز بالكبد والقلوب. يا رب تعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش بقى اللي مشتركش في القناة وعجبته يشترك فيها ويقول لاصحابه عليها، واللايك والشير لو عجبتكم الأكلة. وتفضلوا معانا بالهنا والشفا. ألف هنا على قلوبكم. سلام عليكم. باي باي.